السلام عليكم. حلقة النهاردة عن قلب الأسد بويول، اللاعب المسيطر اللي بيزعق ويشخط في اللعيبة، اللاعب اللي بيأثر على التشكيلة، اللاعب اللي مش بمعنى قائد. لاعب مش بمعنى قائد يا جماعة، لاعب إنساني. وهنشوف في الفيديو معنى بويول وقصته كاملة. كارلوس بويول اتولد سنة 1978. اللاعب اللي شعاره يا انت تعدي والكورة ما تعديش، يا الكورة تعدي وانت ما تعديش. بدأ وهو صغير كحارس مرمى، واتصاب في كتفه وما كملش في مركز حراسة المرمى، ولعب كوسط ارتكاز، ويعدي شوية سنين وينضم للناشئين بتاع نادي برشلونة، وكمان بيلعب باك رايت علشان يكمل مسيرته مكان زميله الصعب. بيقول لما وصل عمره ل20 سنة انضم لشباب نادي برشلونة، وكمان جاله عرض من نادي ملقاش. ليه؟ لأنه كان بقعد بس بيول رفض، لأنه كان زميله تشافي هرنانديز صعد للفريق الأول. هو كان عنده أمل إنه يصعد للفريق الأول برضه، وفعلا ما بيعديش وقت كتير وينضم للفريق الأول. كمان اتحول مركزه من ظهير أيمن إلى قلب دفاع علشان يبقى قلب الأسد بيول. بس كان بقى في الوقت النادي ما كانش معاه فلوس كتير، ولا كان معاه يشتري لعيبة ولا يجدد للعيبة، وكمان هيصعدوا ناشئين، فدي كانت مشكلة بالنسبة للنادي. وكمان الجمهور كان عنده مشكلة لأن اللاعب كارلوس بيول طوله 178 سنتي بس. عشان 178 سنتي بس قلب الدفاع بيعوز يطلع في كرات هوائية عشان يعرف يتصدى الكرات الهوائية والضربات الركنية ديت. هو كان طوله قصير، بس ما كانتش مشكلة عند بويول، ولعب أول مباراة مع برشلونة وحقق اللي في دماغه، وحقق كل اللي هو عايزه، وكمان قدم مستوى عالي في قلب الدفاع، وفعلا بقى قلب الأسد بويول. لكن في المباراة دي خسروا 2-0، وكمان في ناس من الجمهور حست إن بيول وشه مش حلو على الفريق. في الموسم الأول لبيول لعب 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا، و24 مباراة في الدوري الأسباني، و5 مباريات في كأس الملك الإسباني. وفي موسم 2003-2004 قرر لويس إنريكي الاعتزال. طب مين يلبس شرط القيادة؟ بالأقدمية والخبرة تقول تشافي هرنانديز، بالقوة والشجاعة وشخصية الكابتن بتقول كارلوس بيول. وفعلا وما يعديش وقت كتير وبيول ياخد شرط القيادة وهو عنده 25 سنة بس. والنادي كان عنده في الفترة ديت شوية مشاكل في الأموال كده، كان مضطر إن هو يبيع لعيبة. فعلا بدأ يصفي شوية لعيبة، وحتى المان يونايتد انتهزت الفرصة وحطت عينها على قلب الأسد بيول عشان تشتريه بأي تمن مهما كان. لكن بيول رفض وقال النادي ده هو اللي عملني، وأنا مستعد أضحي بأي حاجة حتى لو كانت أنا للنادي. وفي 2005 انضم ميسي وريكارد وشوية لعيبة كمان عشان الفريق حاله يتعدل، ويحققوا دوري أبطال أوروبا 2005-2006، ويهيمنوا على معظم أوروبا في الوقت ده. بيول في موسم 2005-2006 بيكون لعب 52 مباراة، ودوت عدد كبير لأن أصلا في الدوري 45 مباراة، مع شوية من دوري الأبطال وشوية من كأس الملك وشوية من دورات تانية كتير. وكمان النادي رجع جوارديولا وخلاه مدرب النادي، وبدأت مسيرته وحققوا السداسية مع جوارديولا بالتيكي تاكا، وكمان هيمنوا برضو على معظم أوروبا. في 2011 فازوا دوري أبطال أوروبا على إيد جوارديولا، والأول مرة في السنة دي وفي أول مرة في عمر بيول يقلع شرط القيادة ويديها لمين؟ يديها لراؤول أبيدول اللي كان لسه راجع من الإصابة من مرض السرطان، وكمان عشان يعمل معاه حركة إنسانية ويفرحه ويخليه يرفع كأس دوري أبطال أوروبا، عشان يكون عمل حاجة حلوة مع اللاعب وعمل حركة إنسانية. وكمان دي بتبين إن هو مش مجرد قائد وبس، دي معناها حاجات كتير. واوعى تفكر بيول مع برشلونة بس، لكن بيول كان مع مين؟ كان مع منتخب اسبانيا برضه، لعب معاهم وحقق معاهم لقبين. اول لقب حققه هو اليورو على حساب المانيا برأسيته الشهيرة عابرة ألمانيا، وكمان حقق معاهم كأس العالم 2010. وبعد بقى الفترة ديت ما بتعدي بيبتدي بقى سلسلة إصابات بيول، ويقرر بيول الاعتزال وهو في عمر 36 عام، ويكون بيول حقق 21 لقب مع برشلونة ولقبين مع منتخب اسبانيا.
وبكده تكون الحلقة خلصت. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان تشوف حلقات جديدة وعن لعيبة جديدة، وترجع تشوف حلقة الدوري الألماني اللي هتبقى ظاهرة عندك. لو الفيديو عجبك ارجع شوف الفيديو. كان معاكم زياد من قناة حكاية الكورة. متنساش تتابعني عشان ما يفوتكش كل معلومة عن كرة القدم. سلام.